بيغلب. طبعا المدرب ده باين عليه ان هو مدرب رائع ومدرب عنده امكانيات كبيرة. مدرب يعني لحد الآن ناجح مع الفريق ان النادي الاهلي يغلب 3 ماتشات ورا بعض. مع ان هو مدرب جديد، لا ده المدرب ده رائع بل اكثر من رائع. فاحنا عايزين النادي الاهلي يستمر على كده. طبعا النادي الاهلي بينقصه حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات دي هي طبعا الدفاع. مشكلة الدفاع مشكلة كبيرة جدا جدا. هتقولي ازاي يعني مشكلة كبيرة جدا؟ هقول لك ببساطة، لان النادي الاهلي لما كان موجود عبد المنعم كان دفاع النادي الاهلي ماسك نفسه بطريقة كبيرة جدا، والكل بيتنافس داخل الملعب. من بعد عبد المنعم حسينا بشوارع في دفاعات النادي الاهلي. الشوارع دي يعني بتعمل اخطاء كبيره بالنسبه للنادي الاهلي وكوارث، اللي هو ممكن يكون الاهلي بيهاجم بشكل كويس، لكن الدفاع ممكن يضيع كل اللي النادي الاهلي بيعمله. دي فكره الدفاع، ويعني فكره مهمه جدا. لازم نعمل صفقات في الفتره القادمه على الدفاع، لان دفاع النادي الاهلي يعني دفاع ميت. فلازم ان احنا نطور في اداء الدفاع والمدافعين في الفترة القادمة. طبعا قال لك لعيبة النادي الاهلي مش بتلعب بنفس. هتقولي ليه؟ هقول لك بسبب قبض زيزو بياخد قبض مبالغ فيه، يعني كبير ما شاء الله. لعيبة النادي الاهلي بتبص لزيزو، فبيقول لك من بعد ما جه زيزو محدش بقى بيلعب بنفس. يعني هتلاقي عندك لاعب بياخد 6 و7، زيزو باخد 120، غير الإعلانات. ربنا يزيده لكل مجتهد نصيب. لكن اللعيبة بتبص لكده. اللعيبة دلوقتي مش هاممها أي حاجة غير إن هي بتبص لزيزو والراتب بتاع زيزو. مفيش الروح القطنية، في ظل إن اللعيبة بقت تعترض على إن عايزة مبالغ إضافية، مبالغ كبيرة تاني زيه زي زيزو. هتقولي مين اللي طالب؟ هقولك رامي ربيعة. ورامي ربيعة عمل مشاكل مع النادي الأهلي فمشي بسبب منطق الفلوس. كل حاطط في الاعتبار المنطق ده. ف برضو دي نقطة مهمة جدا، ان اللعيبة بتبص لغيرها. لكن كأداء النادي الأهلي كويس ما عدا الدفاع. هو حاليا محتاجين ان احنا نرجع روح النادي الأهلي اللي كانت بتغلب بال4 وال5 وممكن ال6. لان هدف واحد في المباراة غير مرضي، حتى ولو كان الأداء جميل، بس هدف واحد في المباراة غير مرضي بالمرة. هدف عمر كمال هو سبب فوز النادي الأهلي طبعا، وهدف واحد مش كفاية. في بقى نقطة عايز أتكلم فيها تاني، وهو التحكيم الأفريقي. التحكيم الأفريقي برضو ينقصه شوية مبادئ وشوية حاجات، إن هو بيحكم على اللعبة بمنظور إحنا مش فاهمينه. شفنا كورة جريديشار اللي هي لا ما تستاهلش الطرد نهائي، وفي الاخر طرد، ما عملش للاعب حاجة. كلنا شفنا ده. جريديشار ما كلمش اللاعب ولا جه يمه نهائي. فاللاعب بيدعي في ظل عدم وجود فار. وبرضه لازم يكون في فار في تصفيات في افريقيا كلها عامة. المنطق ده ما ينفعش، لان اي لاعب يتحجج ياخد ضربة جزاء، اي لاعب يتحجج بلاعب تاني ضربني فالتاني ياخد طارد. ده غير مقبول، ليس عدالة. ولكن بنراعي ظروف بعض الدول ان مش موجود الفار. فبعض الدول ان هي بتقول ما فيش امكانيات للفار بمعنى اصح. فهنا الفيفا بتطبق قانون الغاء الفار من عند كله، حتى الدول الموجود فيها فار والفرق الموجود فيها فار. فتطبيق الظلم
على الجميع عادي يعني. ما انت هتعمل ايه؟ افريقيا فقيرة لكرة القدم، مش كرة القدم، لامكانيات كرة القدم، لكن فيها لعيبة وفيها ناس بتلعب، آه، وفيها أندية. وطبعا آه، حاليا آه، النادي الأهلي فارض سيطرته. النادي الأهلي عايزينه يمشي ويطور في نفسه أكتر وأكتر، لأن طبعا هدف واحد في المباريات مش كفاية خالص. ولازم الأهلي يطور نفسه. الأهلي فاز على الاتحاد السكندري 2-1. وطبعا الجول بتاع الاتحاد جه بسبب شوارع النادي، شوارع دفاعات النادي الأهلي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم.